من القصص الطريفة جدا قصة أنا أحبها جدا ولا أبخلها عليكم، قصة رائعة لا أخفيكم سرا والله، أنا شخصيا إذا وقعت في أي ابتلاء أتذكر هذه القصة. كان في أمير من الأمراء كان يجلس في قصره، وكان عنده غية، يعني حاجة كده إيه بيحب يعملها. يعني كان بيعمل إيه؟ كان يحب أن يخرج إلى الغابات ليصطاد، يترك هذا القصر المنيف الجميل ويمشي كده إيه في الغابات يصطاد. بيصطاد بإيه؟ بالأسهم. عارف أنت الرمح والأسهم والكلام ده، كان صاد بقى بط بري وأرانب برية والكلام ده كله. وكان يأخذ معه وزيره، الوزير بتاعه كان بياخده معاه. تمام؟ المهم يخرج هذا الأمير إلى هذه الغابات ليصطاد. إذا أرسل الأمير سهما على الفريسة ولم يأتي السهم فيها، نظر الوزير إلى الأمير وقال له: أيها الأمير لعله خير. المهم الأمير مثلا ماشي يقع في حاجة، مثلا يقول له لعله خير. الأمير مش عارف يتأخر على إيه، الوزير يقول له لعله خير. أي حاجة تحصل ينظر الوزير إلى الأمير ويقول له لعله خير. المهم في يوم من الأيام الأمير قاعد كده وماسك الأسهم، تمام، وإيه بيحاول إن هو يبريها. يعني طرف السهم ماسك شفرة، حاجة زي السكينة كده أو الموسي، وقاعد إيه بيعمل في بوز السهم عشان إيه حتى يصيب الهدف. المهم ماسك الشفرة وعمال إيه شغال كده، فوقعت الشفرة على أصبعه فقطعته. صبعه ده وقع على الأرض، ثم انفجر الدم. دم انفجر وجاء على ملابسه، دم غرق الدنيا خالص. شوف وانا بحكي لك، لو انتوا جنبي على المنبر تشوفوا المشهد ده، في ناس كتير جدا تنظر الي هكذا حامل كده. شوف انت متضايق، ألم صعب صحيح، احنا كبشر نتضايق من هذا الموقف. بقول لك صبعه وقع على الأرض، من الذي نظر إليه وقال له لعله خير؟ الوزير نظر إليه وقال له: أيها الأمير لعله خير. فاشتاط الأمير غضبا، بيقول له: أنت تعبتني، كل حاجة لعله، أنت مش شايف صبعي؟ ما أنت شايف الدم؟ ألا تنظر إلى هذا الابتلاء وإلى هذا الألم؟ فين الخير؟ فالمهم لما غضب الأمير نادى على حاشيته وجنوده وقال: اسجنوه.